melody of serenade. I saw the light inside, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. اوعدك بعد الفيديو ده انك مش هتخسر ولا روم بكل معنى الكلمه. في شويه تريكات وحركات كده انا هقول لك عليهم النهارده في الفيديو ده، حرفيا مستحيل تلاقيهم في فيديو تاني. وانتوا عارفين الشرح بتاعي بسيط جدا وهتفهموه كلكم. على فكره يا جدعان انا بلعب بقالي اكتر من سنتين، فعارف التريكات والحركات دي كلها، يعني حرفيا حافظ المستوى. اعملوا لكم سبسكرايب ولا نبدا في الفيديو على طول. هنا انت متدمج، لو انت رحت خدت كفر في الحاويه على طول هتحس انت مش هتعرف تملك اللاعب، فانت الاحسن انك تعمل جامب تدمجه قبل ما يجيلك. هنا انت هتروح تسحب شمال توتره وبعدها تنط على الطوبه الصغيره اللي محطوطه في الجنب دي، وبعدها هتجيبه ايزي على طول. زي ما انت شايف الطريقه نفعت مره واثنين وثلاثه، جربوها وادعوا لي. اما انت بتطلع على الكشك الصغير ده بيبقى ليك رؤيه عليه وهو جاي من بعيد، فاهمني؟ فانت بتحاول انك تاخد كلايه منه فري، يعني يعتبر الكلايه دي فري خالص يعني. هنا انت هتستغرب ليه ما كملتش ضرب، ليه يا محمد ما كملتش ضرب دلوقتي؟ لان الواد ده هيفضل يضرب هنا وهينساني اصلا، فاهمني؟ فانا هروح له الناحيه الثانيه واجيبه ايزي. شوفوا الحركه دي يا جدعان، مش هيفهمها الا الناس اللي بتلعب مستودع كتير. دلوقتي انا ببيك قبل ما افتح سكوب، ليه؟ عشان احدد مكان اللاعب، الايم اللي في النص ده يبقى على اللاعب بالظبط فاعرف ادمجه، فاهمني؟ زي ما انت شايف، بص. هنا الولد دم شويه صغيرين ومش قادر يطلع، تعمل ايه بقى؟ انت اطلع له بس فاجئه بالايم برضو بتاعك، فاهمني؟ دلوقتي انا برضو هعمل لكم فيديو حساسيه كده، هسيب لكم في اللي فوق، اوكي؟ صح يا جدعان، الحركه دي بتنفع في المسافات البعيده والمسافات القريبه، جربوا كده وقولوا لي برضو. شوفوا يا جدعان دم عامل ازاي، لو انا دلوقتي طلعت له بره الكفر اللي انا فيه ده هيجيبني، تمام؟ فافضل لازق في الحاويه لحد ما تملى دمك شويه وبعدها ابقى فايته عادي. بصوا اللي بكلمكم فيه، انا دلوقتي فوق الحاويه والخصم اللي قدامي واقف بره الكفر، فاهمني؟ مش في الكفر نفسه، فانا هجيبه ايزي خالص. شوفوا يا جماعه ده اللي بكلمكم فيه، خد كفر في الحاويه وحاول تفايته تبيك له، فاهم؟ ما تطلعلوش بره الكفر. الواد ده لعيب وعارف عارف الحركه اللي انا بعملها، تمام؟ دلوقتي هو لعيب وعارف الحركه اللي انا بعملها. انت تعمل ايه؟ تنزل على طول قبل ما يهيل دمه على طول. اغلب اللاعبين يا جدعان بتوع المستودع ما يعرفوش الحته دي، مش ما يعرفوهاش، هم عارفينها بس بيكسلوا او بينسوا يعملوها، فاهمني؟ فانت استغل الحته دي واضرب في اللي فوق ده وهتبقى كلها ايزي خالص. هنا برضه انا استخدمت الحركه معايا بس من الناحيه الثانيه، فانت حاولوا تجربوها وهتنفع معاكم جدا. هنا بصوا دم يا جدعان، دم نقطه يعتبر، يعني ربع يعتبر، فاهم؟ دلوقتي انا ايه اللي هعمله؟
هتفضل تبايك من غير سكوب، تبايك من غير سكوب، وفي الاخر انت هتجيبه ايزي. اوعى يطلع له بره الكفر، فاهمني؟ ده اللي بكلمكم فيه، ده عملت تبييك وبرضه عملت الحركه اللي انا قلت لكم على المره اللي فاتت، والاثنين نفعوا مع بعض وجبت الكلايه. في حاجه يا جدعان اسمها بتاخد سرد، وفي حاجه اسمها بتكمبر، فاهمني؟ عشان دي فرق كبير قوي ما بين الاثنين، لان انا بتعب والله العظيم. يقول لك ده انت بتكمبر. دلوقتي انت عارف مكاني وعارف مكان كل حاجه، بس انا باخد سرد، بعرف استغل السرد بالراحه بس. بشوف لعيبه كتير يا جدعان بتكسل تطلع على السلم اللي قدامها ده. لو انت قدامك السلم اطلع عليه وانت هتجيب الكلايه ايزي. بتبقى قدامه كده زي اكنك بتطلع وتنزل لفوق، فانت مش هيعرف يملكك، فاهمني؟ اطلع على السلم وجرب. والله يا اخواتي ان استخدمت السلم والله العظيم ده يفرق معاكم جدا بجد. جربوه، لازم تجربوه بجد. استغلوا الحته دي لان اغلب الناس ما بتكسل تعملها. دلوقتي انت شفت اللاعب عدى الناحيه التانيه، تنيك اضرب في نفس المكان، هو هيرجع تاني عشان يفايتك تاني. اوكي، خليك اضرب زي ما انت وهتجيبه ايزي. هنفرض دلوقتي انك بتضرب بري فاير وهو دخل تاني الكفر، هتعمل ايه؟ هتروح له من الناحيه التانيه على طول، فاجئه على طول. لو انت مدمج اللاعب، يعني لو انت في نفس مكانه دلوقتي، لو انت في نفس مكانه وانت مدمج اللاعب كده، اضرب طلقتين، مش هتخسر حاجه، اضرب طلقتين، فاهمني؟ لو اللاعب هناك مش راضي يطلع هتعمل ايه؟ عمرك ما تعرف تطلع اللاعب من هناك، تمام؟ لما هو يدمجك جامد وبعدها كده هيبوش. دلوقتي انت هتروح عند الكفر الحته دي، يعني كانك هيدخل الهانجر وبعدها ترجع تاني في نفس الوقت، هتلاقيه بش عليك على طول. وحاول تبيك برضه في نفس المكان عشان تجيبه ايزي. وبرضه في حل تاني، لو انت برضه مش راضي يطلع من مكانه، حاول ان انت بقى تمشي مشية البوتات وهتجيبه ايزي برضه. انا مش هقول لكم حاجه على الفايت، انا جايبه بس عشان اعرفكم ان من كتر ما انا بلعب مستودع او كده، فانا حفظت العيال هتعمل ايه، فاهمني؟ فانت من كتر ما انت هتلعب برضه مع التدريب وكده، الموضوع هيبقى ايزي بالنسبه لك. انت دمجت لاعب دلوقتي ورا الكفر، عمره ما هيطلع، عمره ما هيطلع لك، عمره مستحيل، هيفضل يلف ويدور حوالين الحاويه. فانت اللي تعمله تطلع على الصندوق، تطلع فوق الحاويه، وبعدها هتحاول انك تجيبه بقى وهيبقى الموضوع سهل. دمك بقى نقطة، امسك في الصندوق. شفت الصندوق اللي قدامك ده؟ امسك فيه ما تسيبوش، تمام؟ حتى لو هو جه يمين او شمال امسك فيه ما تسيبوش، وبعدها هتجيبه ايزي. هو كده هيتوتر، هو عشان هو كمان دمه نقطة. عايز اقول لكم ان انا جايب لكم الفايت ده بس مخصوص عشان اوريكم الاستخفاف. يعني انت بتستخف بالخصم اللي قدامك، مش حرفنه مني وكده، بس بيخليك ترتاح اكتر في الفايت، فاهم؟ فانت لو انت شديت اعصابك حرفيا ايمك هيبوظ وكل حاجه هتبوظ، فاهم؟ فايه، خليك هادي والعب براحتك. في حركه انا دايما بعملها واغلب الناس لازم تعملها يا جدعان، اوكي؟ لازم تعملوها. في حرف كده هتلاقيه في نص الحاويه، تمام؟ زي ما انت شايف،
انت هتطلع عليه بالجنب، تمام؟ عشان لو انت طلعت من قدام هتشبك في الحاويه تطلع فوق كده. فانت هتحاول تطلع عليه بالجنب كده زي ما انا هعمل دلوقتي، وتجيب الكلايه ايزي. خدت بالكم يا جدعان انا عملت ايه في الفايت ده؟ انا دلوقتي هعملها لكم دلوقتي بالسلو موشن وكده، بس انا مشيت ماشي ببوتات في نص الفايت، فاهم؟ ودي حركه مش اغلب الناس هتعرفها، بس مشية البوتات نفسها بتفرق جدا في الفايت. هل دلوقتي يا جدعان بيفرق الاتش دي ار من السلسه من كده في الهدات؟ انا عايز اجرب ده، تعال نجربه مع بعض. والله يا اخواتي الرؤيه بتبقى مش احسن حاجه، فاهمني؟ لو هو دمجني الرؤيه بتبقى عندي ضباب زي ما انت شايف، بس حرفيا في نسبه هدات زادت، فاهم؟ يعني لو انت الموبايل بتاعك بيدعم كده حاول تجرب، فاهم؟ Blue team has scored for the first time. ايوه يا جماعه صح، دلوقتي الخصم ده فاكرني ان انا هاجي له من الناحيه التانيه، تمام؟ دايما لو انت قدامك حته كده انك تعرف تنط من فوقها وتجيب الخصم، نط من فوقات الخصم، فاهمني؟ لازم لو في حته مثلا كده كفر كده لازم تنط من فوق. هي حاجه بديهيه جدا بس اغلب الناس ما بتستخدمهاش، بيكسلوا برضه. لو انت عايز تفايت شمال فايت شمال وكل حاجه، بس اوعى تبيك في الحته دي، تمام؟ اعمل دوج وانت في مكانك بحيث ان الشخص اللي قدامك يطلع لك هو كمان، فاهمني؟ ما ياخدش كفر منك. وبس يا جدعان اوعدكم لو انتوا عملتوا نفس اللي انا عملته في الفيديو ده ونفس التريكات اللي انا عملتها دي، حرفيا لعبك هيروح في مستوى تاني خالص، وهتحس انك لعيب. حتى لو انت مش لعيب هتحس انك لعيب. 30 40 فريم 50 60 100 فريم، القصد يعني هتبقى محترف حتى لو انت فريماتك قليله جدا، تمام؟ طالما انت فاهم عقليتك يعني نفسها فاهم المستودع، خلاص انت عارف الحركات وعارف التريكات. وحط لايك وسبسكرايب واستنى الفيديو الجاي، فيديو 120 فريم. مش عارف هيتاخر ولا لا، بس حاسس ان هو بعد الفيديو ده على طول. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.